السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي رسالة عاجلة ونصيحة غالية للفنان المدعو والدار الزين، وهو فنان مشهور معروف، عنده جمهور متابعينه وبيستمعوا لأغانيه. والنصيحة دي بخصوص إنه الزول ده انتشرت له مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، والمقاطع دي فيها أغاني شركية. مثلا عنده أغنية منتشرة زي أغنية الشيخ أبحراز، وأيضا عنده أغنية تانية اسمها أهل القبب. يا الصالحون يوفوا لي ما يكون يوفوا لي على البواب. أنا أقول لك يا ود دار الزين، كونك تنادي الشيخ أبحراز أو تنادي أهل القبب والصالحين ذكرتهم ديل، ده كله من الشرك بالله، لأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. فالاستغاثة عبادة، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فما بجوز ليك يا ودار الزين إنك تنادي غير الله سبحانه وتعالى، لأنه ده من الشرك بالله، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ده من الشرك بالله. وأنا داير أذكرك يا ودار الزين، أنت الآن عندك أتباع وعندك جمهور متابعينك وبيستمعوا للأغاني بتاعتك دي، وأنت عارف إنه الأغاني دي حرام شرعا. طيب دي من السيئات الجارية يا ودار الزين، وخصوصا إذا كانت الأغاني دي أغاني شركية والعياذ بالله، ده أكبر وأخطر. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فذكر الحديث ده جيد، شغل ده ما سهل، شغل ده فيه بعدين عقاب وفيه عذاب وفيه سؤال وفيه. وأنا في ختام النصيحة دي داير أرسل رسالة للجمهور القاعدين يستمعوا لأغاني والدار الزين ده، إنه الشغل ده حرام في الشريعة الإسلامية. ما بجوز ليك إنك تستمع أغاني، وخصوصا إذا كانت الأغاني دي أغاني شركية. دي أخطر وأكبر من الأغاني الغرامية والحبكانية. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الشرك إذا مات الإنسان عليه فإن الله عز وجل لا يغفره. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.